أتعلم بما أرغب الآن يا فتى؟ مؤكد أنك ترغب في شيء تملأ به بطنك. أرغب الآن في تناول لحم حمل مشوي صغير. ترغب في حمل مشوي، ولكن أين تجد حملا مشويا في هذا المكان؟ اذهب إلى منزلك فقد تجد هناك ما تأكله أيها الرجل البطيء. اصمت وانظر كيف أن الآلهة تحبني وتهتم بأمر بطني. علينا الانتباه جيدا كي لا نفقده. أجل أنت على حق. يا للروعة، يا له من طعام لذيذ. سنأكله الآن ونملأ به بطننا. هيا بنا. إلى أين تهرب منا؟ توقف. سأمسك بك. توقف. اخرجني من هنا، لقد علقت بهذا. ظهري. ماذا حصل؟ ماذا هناك؟ وهل هنا مكان للنوم يا فتى؟ لقد هرب طعام لذيذ. أجل، ها هو إنه هناك، ما زال هناك. ذاك الحمل هو لي، لا شأن لكما به. لطعام صاحب. لا تخف يا عزيزي، سأكل من لحمه المشوي قليلا فقط والباقي لك، لا تقلق. أسرع أسرع، انطلق خلفه بسرعة. اتركه في حال سبيله أرجوكما. اتركه أرجوكما. هيا أسرع أسرع وامسك به، لا تدعه يهرب. هيا. أجل، ها قد أصبح أمامنا، سنمسك به الآن. لا أرجوكما، لا تفعل به شيئا. حسنا، ها قد أمسكت به الآن. هيا أسرع واعطني خنجرك. اتركه وسعده. لا تقتله أرجوكما، لا تقتله. حملي، أريد حملي. اتركه وسعده، لا تقتله. شكرا. لا شأن لك بذاك الحمل. ماذا؟ هذا أنت مجددا؟ من لا إيمان لديهم هم يعتدون على أموال الناس. انفض يا رجل. ارفع يدك عني. أموال الناس، كل ما في هذه الأرض هو ملك للوثن ولا شيء لك. هيا، لقد أحضرت الحطب. يا ويلي، لقد عاد هذا العجوز ثانية. أيها الوثن الأكبر، متى ستخلصنا من هذا الملقب برسول الله ومن أفعاله؟ اتركوا عبادة الصنم واتقوا الله الواحد ولتخشوا عذاب الله. الإله الواحد، فلتنظر من حولك يا نوح، لا يتبعك أحد سوى بعض الأشخاص الواهمين الذين ينتظرون مثلك ليهاجروا، يجلسون فقط لدق المسامير الصغيرة ليصنعوا مركبا، وهذا من أجل بحرك الوهمي. ساعدوني، أنا لا أجيد السباحة. يا نوح، انظر من حولك لترى من هم أتباعك، إنهم طفل وتيس ماعز وحمل صغير لذيذ جدا طيب الطعم. أجل.
إن الله سبحانه وتعالى أعلم بالذي ربط على قلوبكم. أهو الله الذي لا نعرفه ولا نعلم أين يكون؟ سوف ينزل عليكم عذابا أليما توبوا إليه طالما الفرصة متاحة. عجيب أنك بعد كل هذه السنوات من الدعوة إلى الله ما زلت كما كنت لم تتعب. العذاب، أي نبي هذا الذي لا يؤمن به ابنه كنعان؟ يا ويلي. آمنوا بالله الواحد واتقوا عذابه الأليم. يا ويلي أنه قادم. مهلا، ما الذي تفعلينه؟ اتركي هذا العمل لي، إنه ليس عمل الفتيات الصغيرات. ولكن لماذا؟ فأنا أيضا أريد المساعدة في بناء سفينة نوح. دعها تساعد الآخرين. علينا جميعا المشاركة في بناء هذه السفينة لتكون جاهزة بأسرع وقت. انظروا، لقد جاء نوح. إن ولدي جاء برفقته. أمي، لو لم يصل نوح في الوقت المناسب لأكل هذان البطنان حمل الصغير. تعالي معي. السلام على عباد الله، عافاكم الله. مرحبا، السلام على نوح. السلام على نوح. السلام على نوح النبي. السلام عليك يا نوح. السلام على نوح نبي الله. جزاكم الله خيرا، ستكونون الناجين من العذاب، وستكون لكم مراتب في الجنة أكبر بكثير وأعظم من تلك التي أقامها الكافرون والمستكبرون في هذه الدنيا. أيها الوثن الأكبر فلترحمنا. أيها الوثن الأكبر فلترحمنا. أيها الوثن الأكبر فلترحمنا. أيها الوثن الأكبر فلترحمنا. سنتوجه نحو المدينة، هناك يمكننا العثور على كنعان. لدي جواهر أثرية. هلموا، هنا تباع الأقمشة الفاخرة ذات الألوان الزاهية. هيا أسرعوا، لدي شراب بارد ومنعش. هي كنعان، كنعان أكلمك. ما بك؟ أردت مني شيئا؟ أجل أنت، أريدك أنت، ابن ذلك المدعو نبيا. ذاك ليس أبي، لقد تبرأت منه. لا بأس، نسيت أنك قد تبرأت منه. مهما فعلت فإنك ما زلت ابن ذاك النبي العجوز. ذلك النبي المعتوه. وذاك العجوز الذي يبني تلك السفينة على قمة جبل على أمل أن يأتي البحر من السماء ويبحر بسفينته. لا، ذاك ليس أبي، ذاك ليس أبي، ذاك ليس هذا أبي. جيد، لقد تركت أباك وأتيت إلى هنا وحيدا. لقد أرهقنا نحن وآباؤنا لسنوات بدعوته. أنت يا ابن ذاك المجنون، قل له إن لم يكف عن أعماله تلك فسوف نرجمه رجما حتى الموت. أقسم سأحطم سفينته.
إلهي، أنت أعلم بحال هؤلاء القوم. دعوت قومي ليلا نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وهم لا يؤمنون. إلهي، أسألك مرة أخرى أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن تنزع عبادة الوثن من قلب ابني كنعان. إلهي، هبني القدرة ولا تجعل الكبر والوهن عائقا أمام أدائي لرسالتك. من أنت؟ أنا كنعان ابنك. أنا متعب جدا. وما يتعبك؟ ما الذي جعلك مستاء يا بني؟ لا، أنا لست ابنك. أنا متعب منك ومن إلهك ومن السفينة التي تبنيها على الجبل. الناس جميعا يهزؤون بي. سفينة على قمة جبل حين لا يوجد أي أثر للماء ولا لأي بحر. أقسم بالآلهة سأحطم هذه السفينة. اهدأ يا بني، هدئ من روعك. لا تقل لي بني. انظر إلى هذه السفينة، انظر إلى هذا الجبل. أين هو بحرك؟ منذ سنوات وأنت تعمل على السفينة، منذ سنوات وأنت تخيف الناس من العذاب. الجميع يهزؤون بي. إن وعد الله سبحانه قريب، فلتخشى عذاب الله يا بني. عذاب عذاب عذاب، كف عن هذه الكلمة. ولكن أين هو العذاب؟ لم لا ينزل ويريحني؟ دع عبادة الوثن بني، فحين ينزل العذاب ستكون هذه السفينة المكان الآمن الوحيد للمؤمنين. اسمع يا أبتي، فلتترك أنت إلهك، الإله الذي لا تراه ولا تعلم أين هو، الإله الذي أراد منك أن تبني سفينة على قمة جبل. دع القوم يعبدون آلهتهم. أصنام لا تفقه شيئا، إنها فقط أشكال من الحجر والخشب. إذا دع القوم يعبدون أحجارهم وأخشابهم. إنهم لا يجيدون شيئا سوى الظلم. اعبد الله الغفور وأطعني، ولتخشى عذاب الله يا كنعان. إذا فلتنتظر أنت عذاب الله. كنعان، ما زالت الفرصة أمامك، تب إلى الله.